أهلا يومكم سعيد إن شاء الله تكونوا بخير ومبسوطين. اليوم راح أسوي معاكم جولة بدفاتر الجورنال حقتي القديمة والجديدة، بس أول شي راح نبدأ بالجديدة عشان ما تطلعوا من الفيديو. فالجولة راح تكون بالدفاتر اللي ما كملتها، أو عندي دفتر جورنال كملته وسويت لكم فيه تقليب صفحات. اللي ما شافوا حاب يشوفوا راح أترك لكم الرابط في الوصف. دفتر الجورنال هذا بشكل مستطيل، حلو إنه نسوي فيه جورنال. سويت فيه صفحة، والصفحة الثانية هذه كنت ناوية أحط فيها اقتباس بس طبعا ما كملته. الأوراق من جوا ملونة. حلو إنه تسوون فيه جورنال. صح بنات، أعتذر إنه الأصوات الدفتر والأوراق وتقليب الصفحات مو طالع الصوت. ما أعرف إيش صار معايا فما سجل صوت. بس إن شاء الله إنه تنبسطون تستمتعون بالفيديو حتى لو ما كانت صوت الأوراق يعني ظاهرة. فهذا الجورنال الثاني حلو، سلك. بس أنا مو كثير صراحة أفضل إني أسوي بسلك، لأنه لما يتملأ أخاف إنه ينقطع. بس من برا شكله حلو، كمبتدئين اللي يحبون هذا النوع من دفاتر الجورنال أحس مرة حيناسبهم، خصوصا إنه تقدرون تبدلون بين الصفحات يعني بشكل أريح. دفتر الجورنال هذا أنا أحبه لأنه كنت مخصصته لجورنال الثقافات، وسويت فيه صفحات. هذه الصفحة الصحراء. الاقتباس سويته بطابعة شي إن المحمولة اليدوية. فكانت يعني ذكريات حلوة من البدايات صراحة. هذه صفحات الجورنال هذه من البدايات. هذه كان بالثيم الهندي، وهذا كان الثيم المصري للأسف. لازم أعيد أسوي ثيم مصري أحلى من كذا وأجمل من كذا، فسامحوني أهل مصر. هذا الصفحة أنا مرة أحبها لأنه كانت بالثيم اليوناني ومرة أعجبتني. ونفس الشيء كانت الطباعة من طابعة شي إن. هنا حلو إنها ما راحت الكتابة صراحة، يعني بعض الصور والكتابة راحت. هذا كان بثيم تايلاند، لأنه زرت تايلاند وحبيت أسوي لها ثيم. هنا كان ثيم المغرب، فمرة كنت حابته لأنه كان عندي متابعين كثير من المغرب، فمرة حبيت إني أسوي لهم جورنال صفحة ثيم مغربي. هنا الثيم الجزائري، أتذكر إني قلبت الخريطة، كان موقف مرة محرج. بس إني مرة حبيت هذه صفحة الجورنال هذه. وهذه سويتها باليوم الوطني السعودي، سويت صفحتين، كان الشعار عزنا بطبعنا. فمرة يعني حبيت صراحة، استمتعت وأنا أسوي هذه الصفحة. وبس ما كملت لأنه الأوراق هنا فرطت. فمرة ضايقت إنه هذا النوع من الدفتر كان مرة سيء، وما عاد رجعت صراحة أخذ من هذه النوعية، لأنه ما حبيت إنه تنفرط الأوراق مع إنه مخيط، بس مع هذا خرب. بس أفكر إني أصلح أوراقه نفس هذه الطريقة، نفس هذا الدفتر الجورنال اللي سويناه سوا بالفيديو السابق. فيعني احتمال إني أسوي نفس الشيء، أخرمه الأوراق حقت جورنال الثقافات وأحط فيها نفس هذا المشبك الورقي، ويعني أقدر أستفيد منه ويكون بشكل مرتب يعني. فاحتمال إني أسوي نفس الطريقة. أما هذا الجورنال الميني أنا مرة أحبه صراحة، ومرة أريح في السفر بالنسبة لي. فمرة أحب هذا النوع من الدفاتر الجورنال، حتى إنه يعني ما تاخذ منك ملصقات كثيرة، يعني تحسين إنك أنجزتي لما تسوين. هذه كانت الصفحة الأولى اللي سويتها، فاستمتعت صراحة بهذا الحجم. وهنا كمان هذه الصفحة بثيم البحر، وهذا برضو ثيم فيكتوري أتوقع. بس يعني حلوين، يعني تقدرون تسوون صفحة جورنال وبسرعة تخلصون وتحسون إنكم أنجزتم صراحة، تستمتعون بهذا الحجم. هنا سويت هذه الصفحة لما رحت فيينا، فمرة كنت مبسوطة لما صورتها هناك. وهذه الصفحة برضو يعني ملاحظين كيف استخدمت بعضها الأختام. هنا استخدمت الستنسل والأختام بشكل النحلة. فتقدرون تختارون الألوان اللي انتم تحبونها، تقدرون تنوعون. وهذه برضو كمان انبسطت لما سويتها بالورق وبرضو بالستيكرات. هذه كمان أتذكر إني سويتها بالمطار. هذه سويتها بقرية اسمها قرية هالشتات، زرتها بفيينا، كان مرة حلو لما صورتها على البحر.
ففي فيديوهات في الشورت إذا حبيتوا تشوفون المكان. يعني أنا لما أسوي جورنال ما أسوي بالترتيب، يعني أفتح الجورنال وأسوي بأي صفحة، عشان كذا مشتتين كل واحد في مكان. فهذه كمان صفحة استخدمت بعضها، استخدمت الطوابع. هنا أحس لو إني استخدمت ورقة بيضة ولصقت الملصق عليه بعدين قصيته وحطيته كان راح يكون أفضل، ما يبان كذا وجهه شفاف من الخلفية. وهنا برضو هذه سويتها أتذكر في الطيارة، فكان شعور حلو مرة إنه تسوين جورنال في الطيارة. وهذه كمان صفحات يعني بسيطة، بعض الصفحات فيها شغل، بعض الصفحات لا. هذه شفتهم يسوونها فحبيت إني أسوي زيها، اللي تكون مثل على 3 صفحات، فمرة حلوة عجبتني. هذه من الصفحات اللي مرة حبيتها. هنا استخدمت اللون الأسود والأحمر وخلفية شبك العنكبوت بالستنسل، فكان مرة حلو. يعني معلش سامحوني أمدح نفسي، بس معلش يحق لي هنا أمدح نفسي. لو تشوفون كيف كنت قبل هذه برضو من الصفحات اللي حلوة. بعض الصفحات يعني تلاقون إني اخترت خامات فيها وزي كذا، وبعضها لا عادي بس ملصقات، يعني ما استخدمت أشياء كثيرة فيها. هذه كمان من الصفحات اللي كانت صورتها بكوفي، فكانت مرة حلوة. وهذه كمان، هذه بورق وحطيت عليه ستيكر، يعني خلفية كانت ورق. أحب ثيمات البحر، مرة أحبها تعجبني. هذه أتذكر إنه بفيينا سويتها، حتى صورت فيها، كان مرة حلو الشعور كنت وقتها أسمع الأغنية. فهذه صفحة بسيطة. وهنا كنت أتخيل المتاجر اللي هناك اللي شفتها، فحطيت كذا أشياء. هذه من الصفحات كمان اللي أحبها، لأنه الاستيكرات كانت خلفيتها مرة حلوة، وإني خليت ستيكر البنت كأنها جالسة على الكرسي، كان مرة حلو. وهذه بثيم المهرج. هذا كان بسيط، كانت الخلفية جاهزة أصلا، يعني بس أضفت الفراشة. يعني في صفحات بسيطة، في صفحات لا، يعني حسيت إني شغلت مخي وقتها شغلت إبداعي. هنا استخدمت خامات الورق. هذه كانت في الشتاء سويتها لما رحنا نسيت اسمه، البوليفارد في الرياض، كان برد وسويتها. هذه الصفحة برضو أتذكر أنه سويتها وصورتها بالطيارة برضو. هنا ما كملت، فشايفين بعض الأشياء أدخل وأسوي صفحة وأنسى وكذا، بعدين أرجع أكملها. لكن هذا أنصحكم فيه، هذا الحجم من الدفاتر صراحة إذا أنتم حبيتم تبدون. أما هذا الجورنال أنا أسميه الجورنال الفخم، مرة فخم صراحة، يعني مرة يعجبني. فكنت مخصصته للجورنال باللغة العربية، يعني الاقتباسات كلها حختارها عربية. برضو ما سويت فيه كثير، سويت هذه الصفحة الأولى عجبتني. هذه مو كثير صراحة كنت مقتنعة فيها، يعني أحس إنها مو مفهومة يعني ما أدري إيش كنت أحس وأنا أسويها. المهم، وهذه لما صرنا 3000 مشترك، حبيت إني أشكركم وأسويها. فجد شكرا من كل قلبي. الحين صرنا 5000 وشوية، فشكرا على دعمكم، والله شكرا. ما تدرون قديش أنا مبسوطة صراحة بدعمكم، بتحفيزكم، بتعليقاتكم. ما تدرون قديش تشجعني إني أسوي فيديوهات، وأتحمس صراحة عشان أقرأ كل مرة تعليقاتكم. فهذا دفتر الجورنال، أصغر دفتر جورنال عندي، فهو بشكل ميدالية، بس سويت فيه صفحتين بس. مرة كيوت، وأنا مستغربة إني لقيت أصلا استيكرات تناسب هالحجم مرة حلو صراحة، مرة حلو. يعني يوسع يمكن ملصقين بس، وبعدين مرة صغير يمكن قد إصبعي. فهذه برضو الصفحة الثانية، شوفوا قديش صغير، مرة صغير. والباقي ما كملته، بس إن شاء الله ناوية إني أخلصه. وهذا الدفتر الجورنال الثاني. شوفوا أغلب الصفحات كلها مكتملة، يعني أنا عندي استيكرات وأشياء كثيرة، لكن صراحة ما أسوي كثير، ما أعرف ليش ما أشتغل على نفسي وأسوي ثيمات أكثر.
فهذه الصفحة كمان سويتها. هذول من الصفحات صراحة اللي أحس إني بدعت فيها، فأحس إني فخورة بنفسي. وهذه كمان من الاستيكرات اللي استعرضتها معاكم بآخر فيديو مشتريات. وبرضو كالعادة ولا دفتر جورنال خلصته من هذه الأحجام، بس أنا أنصحكم بهذا الحجم والحجم الصغير صراحة كمبتدئين، يعني أحس حلوين هذول الأحجام. أما هذا الجورنال سويت فيه أتوقع 3 صفحات بس. ثيم البحر، وأنا قلت لكم إني أحب ثيمات البحر. الثيم الثاني سويته كان تعاون باليوتيوب مع واحدة أجنبية، فكنت مرة مستمتعة إنه اخترنا ثيم الشتاء، لأنه كان عندي وعندها نفس الكتيب، فمرة استمتعت. وهذا برضو تعاون من هذا كان في رمضان السنة هذه فسويته. وبس هذا بالنسبة للنوع هذا من الجورنال. أما هذا طبعا جورنال المتابعين سويناه جديد، إنه تقترحون أنتم علي ثيمات. أول ثيم كان عن حفلة الميلاد، ثاني ثيم كان عن البحر والصيف، ومرة استمتعت وانبسطت وأنا أسوي هذا الثيم. وتحت طبعا أنا أترك فراغات عشان أكتب، يعني ما يكون الجورنال كذا بس فاضي، فاقترحوا لي ثيمات بالكومنت. هذا جورنال قصاصة كل يوم. طبعا استخدمت هذا الدفتر، خصصته للسكراب أداي. هو أننا نستخدم القطاعات بأشكال مختلفة، وأنه من أي شيء عندنا في البيت، كرتون، علبة عطر، ورق أكل، ورق وجبات، أي شيء. فهمتم؟ قلت علبة عطر، فأيوة علب ميك اب زي هذا الشكل اللي أنا مسويته. فحلو إنه تخصصون دفتر بهالطريقة تستخدمونه، يعني إنه بس تخرمون وتستخدمون. فعندي كمان قطاعات باقي ما جربتها، فإن شاء الله بإذن الله نسوي مع بعض قصصات جديدة. أما هذا الدفتر هو قديم عندي، مرة قديم، ما استخدمته، بس في مرة طلبت من متجر أقلام وأشياء، فالبنت كيوت حطت لي هذه الأشياء، فحبيت إني أحتفظ فيها بهذا الدفتر يعني. بس أما هذا الدفتر كان أقدم دفتر عندي، كان سنة 2023، نهاية 2023 أخذته. وما كنت أعرف وقتها جورنال وكذا أشياء، كنت أسوي التدوين بتدوين ورقي في الجوال يعني أستخدمه. بس أول مرة يعني استخدمت بدفتر كان نهاية 23، فما كنت أعرف إيش أحط. كنت أحط اقتباسات صراحة يعني، وأستخدم صور المجلات، وأحط يعني هنا كانت بداية 2024، فأحط اقتباسات عربية ولا إنجليزية وبس. ما كنت أعرف صراحة، وما كنت أشوف كثير عالم تسوي جورنال ولا شيء. فهنا برضو سويت هذه بداية اليوتيوب، سويته من علبة ميك اب، وبرضو الثانية من كيس هدايا. بس برضو حلوين، أحس تقدرون تسوون من أشياء في البيت جورنال. هذه كانت ون بيس من وجبة، فحبيت إني أخذ الاستيكرات وأضبطها بالدفتر. وهذه كانت الزيادة من القصاصات حقت فلسطين اللي سويته بثيم مفكرة الفراولة حقتها مستا، فحبيت إني أحتفظ بباقي الاستيكرات هنا. هذه وجبة ذقتها كانت كورية، حتى ما أعرف أنطق اسم الوجبة، فحبيت إني ألصقها. أجرب يعني الجانك جورنال اللي يسوونه. مو صراحة مو من مفضلاتي، يعني مو من مفضلاتي، بس إنه حبيت أجرب. وبس هذا يعني أي شيء كذا قصاصة ألصقها وخلاص. ما يكون يعني شيء إبداعي. أما هذا الدفتر فهو كان أول بدايتي معاكم باليوتيوب. هنا كنت أحس نفسي ما شاء الله تبارك الله مبدعة لما سويت ثيم الكواكب، فمرة فرحانة. طبعا الاقتباس ما أفهم فيه له ولا شيء، إنجليزي كان، وكان قاهرني الكتيب، ما فيه له أشياء حلوة. فهذا ما أدري إيش كنت أحس صراحة لما سويته. كنت أموت على الثيمات المشروم والأشياء زي كذا، بس هنا ما في أي ذرة إبداع. أي شيء بس ألصق وبس. وهنا برضو البداية، شفتم كيف البدايات يا بنات؟ يعني لا تخافوا من البدايات، مو لازم نحن في مسابقة جمال ولا مين يكون أفضل. عادي تبدون بأي شيء وتكونون بسيطين. هنا حسيت إني بديت أتطور، يعني مرة فخورة في نفسي بهذه المرحلة. هذه من الصفحات اللي كنت مرة عاشقتها في ذاك الوقت. هذه برضو جربت آلة القطع وحبيت إني أجربها، بس برضو شايفين إنه ما في شيء يعني صفحة صفحتين بالبداية كنت
أبهر نفسي فيها، الباقي لا للأسف. فما أدري ليش كنت أستخدم هذه الملصقات صراحة اللي بإطار أبيض، يعني فعلا فعلا إنه الوقت يخليكي تعرفين إيش تفضلين وإيش ما تفضلين. يعني أنا اكتشفت مع الوقت إني أنا ما أحب الستيكرات اللي يكون إطارها أبيض كثير، يعني أفضل الشفافة زي هذه مثلا. كنت مرة مبسوطة بهذه الصفحة. هنا بديت أشوف ناس تسوي فصرت أقلد. طبعا هنا للأسف مات الشغف عندي. هنا في رمضان، هذه الصفحة في رمضان برضو ما أدري، بس إنه الملصقات اللي شفافة مو مرة تعجبني. شوفوا هذه صورتها بطابعة شي إن، بس شوفوا بعد الفترة كيف بهت لونها. يعني هذه الصورة لها سنتين تقريبا. وهنا سويت يعني حبيت إني أبدع فسويت زي الجيب. والله العظيم يا أخي ذكريات حلوة يا بنات، يعني لا تتضايقون من صفحاتكم اللي في البداية. والله أنا أشوفه واستمتع. هنا ما أدري إيش كنت أحس، ليش كذا منتشرة الأشياء. يا ربي، بس شكله هنا كنت ناوية بس إنه أثبت لنفسي إني قاعدة أسوي، يعني إني قاعدة أجتهد، يعني ما بطلت الهواية. فوالله الصفحات يعني مرة بسيطة وما فيها هدف ولا فيها يعني تفكير. أحس بعض الصفحات مدري إيش كنت أفكر بلحظتها، هذا الملصق أنا مدري ليش اشتريته. يا ربي إيش هذا النوع من الملصقات، ليش أنا اشتريت أشياء زي كذا. هنا بديت أسيطر على نفسي شوية، فهذه الصفحة أحس حلوة. لا هنا بديت يعني صراحة أتدارك الموضوع وأتذكر إني أنا معاكم في اليوتيوب ولازم أتطور. التغذية البصرية يا بنات مهمة. صرت أشوف عالم يعني كثير وصرت أحب إني أسوي، بس صراحة في مرات أكون يعني مالي خلق إني أركز وكيف لازم أسوي وأبدع بالصفحات. فعادي يعني خذوا راحتكم، الوقت اللي ما تحسون إنكم راح تبدعون فيه فلا تتضايقون، عادي حطوا، وبس أهم شيء التفريغ. فشكرا إنكم تابعتوني لهذه اللحظة، وإن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. دمتم بحب.